بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا معايا يا جماعة على النبي، انزلوا كده في التعليقات وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. لو بتربي الطيور البلدي البط والفراخ هقولك على حاجة ترفعي بيها وزن الفراخ البلدي وتحسني من نموها، مش هتكلفك أي فلوس ولا حاجة. هقولكوا على أعشاب تضيفوها على الأكل وعلى المية هتحسن معكم من نمو الفراخ، هتفتح الشهية، وقاية وعلاج من الإسهال، وقاية وعلاج من حالات الافتراس. لو بتتابعوني لأول مرة واشتركتوش في القناة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، مش هتخسر حاجة، بالعكس هتستفيد. بنلاحظ في فصل الصيف ان الفراخ البلدي بتكون ماشية وفاردة بجناحاتها، بتحاول ان هي تبعد الريش اللي في جناحها عن جسمها، بتبقى ماشية تنهج وفاتحة بقها وبتلهث من الحر. ده سبب ان الريش اللي في جناح الفرخ بيبقى محرر الفرخ، مخلي جسم الفرخ سخن في الحرارة. الفرخ بيحاول ان هو يبعد الريش ده عن جسمه. الريش ده يا جماعة بياكل من وزن الفراخ، لان الفرخ هايش خفيف وهايش مع انه بياكل، مفيش مشاكل لا اسهال ولا برد ولا حاجة، بس برضه بنمسك الفرخ بنلاقيه عبارة عن ريش. ده سبب ان اللي في جناح الفراخ بياكل من جسم الفراخ. فالافضل ان احنا نشيل الريش اللي في جناح الفراخ ده، زي ما انتم شايفين كده انا بشيل الريش طول فصلة الصيف. كل ما الريش اللي في جناح الفراخ ده بيطلع انا بشيله. ده بالنسبة للفراخ اللي هي صغيرة اللي مش بتبيض. انما بالنسبة للفراخ اللي هي بتبيض انا مش بشيل الريش، ما ينفعش نشيل الريش بالايد لان الفراخ في الوقت ده هتقطع بيض. الافضل ان احنا نشيل الريش بالمقص، نقص جناح الفراخ اللي هي بتبيض. نحاول على قد ما نقدر ان احنا نخلي اكل الفراخ ما يخلاش من البهارات والتوابل اللي موجودة في مطبخك، مفيدة للطيور، زي الحلبة، زي الكمون، زي الكزبرة، زي الشطة، زي الملح، زي الشيح. الحاجات دي كلها لو انت عملتيها تركيبة وطحنتيها ببعضها وضفتي منها كل يوم معلقة على أكل الفراخ، وقاية من الإسهالات، وقاية من حالات الافتراس، رفع مناعة وفتح شهية. ريحة البهارات والتوابل دي في الأكل هيخلي الفرخ هيفتح نفس الفراخ. لو الفراخ عندك مش بتاكل كويس أو البط مش بياكل كويس، الحاجات دي هتفتح شهية البط وهتقتل الديدان اللي بتكون موجودة في أمعاء الفراخ وبتسرق مننا وزن الفراخ. حاولي كل يومين أو 3 تجيبي معلقة من الشيح، معلقة من الكزبرة، وتغليهم مع بعض وتاخدي منهم فنجان وتضيفيه على المية بتاعة البط والفراخ. مطهر للمعدة ورافع للمناعة وعلاج للإسهالات اللي بتكون موجودة في الفراخ وفي البط. يا رب يكون الفيديو عجبكم. في نهاية الفيديو تحية طيبة مني لكل المتابعين. اللي عنده أي سؤال يتفضل يكتبوه في التعليقات، واللي ما عندوش ينزل ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك، تشجيع منك ليا ودعم للقناة، حاجة كده بسيطة مش هتكلفك حاجة. تحية طيبة مني للجميع.